والله ب12 جنيه زي ما انت شايفه كده وزي ما انت سامعه. تعالى اقول لك ازاي وليه وعملتها ازاي دي. بس قبل اي حاجه صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك، قولي لي رايك في الكومنتات، وكمان اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت، هي شهريه، اسبوعيه، يوميه، وان شاء الله هعمل لك ميزانيات هتعجبك وتبهرك. اكياس الفول والطعميه والعجينه دي انا كنت جايباها من ميزانيات الشهر. جبت مثلا 10 اكياس فول و10 اكياس عجينه. كيس الفول جبت منه ب5، اقل من ده بما ان ده محوج والكميه فيه اكبر شويه فجبته ب7. يعني انا مستخدمه دلوقتي كيس عجينه ب5 جنيه وكيس فول ب7 جنيه. هتبلهم بقى بنص معلقه من الطحينه عشان الطحينه دي خام، لسه ما عملناش الطحينه الموفره. وكمان كنت جايبه زيت حار خدت معلقتين. ودي تتبيله البتنجان او دقه البتنجان، بعملها في الشتاء، بملى الفريزر كله تقعد معاكي طول السنه. كنت جايبه الفلفل وقتها، الدقه دي عملتها وكان الفلفل وقتها ب5 جنيه. عملت 10 بطرمانات، جبت اللهم بارك 3 كيلو. عملوا لي البطرمانات اللي انت شايفاها دي، يخلص بطرمان انزل التاني. حطيت معلقه على الفول وملح وكمون واللهم بارك. لو ما عندكيش الزيت الحار ما تحطوش، احنا كده كده جايبينه محوج زي ما قلت لك، بس انا بحط فيه اضافات، بكبر حجمه يعني واضعفه عشان يكفي 4 افراد. بالنسبه لعجينه الطعميه بطلعها تفك، اول ما تفك بحط عليها قد معلقتين ميه كده ويقلبها كويس عشان ما تكونش مكتله وتشرب زيت معاكي. والتركه دي هتفرق جدا. ولو انت تقدري تضربيها في الخلاط اضربيها، بما اني حامل انا استسهلت كل حاجه قلبتها بالمعلقه. ولعت على الفول وهولع على الطعميه وهقليها في 5 دقايق، وهقول لك ازاي هيكفي 4 افراد. بس طبعا ما تنسيش تصلي على الحبيب وتقولي لي رايك فيه، الوصفات اللي بقدمها والميزانيات اللي بعملها، واكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي ايه. هنا بقى تركه المعلقه دي في الميه بتفرق معاكي، ما بتخليش العجينه تمسك في المعلقه، والمعلقه تنزل في الزيت مش هتطرطش عليكي، ما تخافيش ولا هتلسعك. وهتنزل الطعميه كلها حجم واحد ومن غير ما تبهدلي الزيت حتى، وينزل فتافيت العجينه زي ما كنا بنعمل. هو مع الميه، معلقه الميه معلقه بتنزليها في كوبايه الميه وتنزلي بيها في الزيت. يا رب اكون عارفه افهمك ويا رب تكوني فاهمه قصدي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللي ب5 جنيه طعميه عملوا معايا 14 طعميه اللهم بارك، حلوه جدا مقرمشه. شوفي الطعميه بره بكام، ب5 جنيه عملت 14 طعميه. وجبت كمان 3 طماطميات هقطعهم قطع كبيره كده وهحط عليهم معلقه من دقه البتنجان. عايزه تحطي شطه زي ما انا حطيت حطي، انا بما اني حاطه دقه البتنجان على الفول ما حبيتش احطها على الطماطم. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هقطعها قطع كبيره كده. الطماطمايه بقطعها على 8 قطع، يعني اللي ياخد قطمه بتبقى لطيفه. وهو صنف في دفته. المكون بقى الخطير اللي انت عايزه تسمعيه وتشوفيه هقول لك عليه. بابا غنوج ده كنت جايباه، جبت 4 كيلو ب20 جنيه. كنا اخر النهار كانوا قربوا يتبلوا، جبتهم غسلتهم حطيتهم في الفرن وشويته. عملت بابا غنوج، عملت الجالون لو فاكره الفيديو ب20 جنيه، وعملت العلبه دي في بقى مع غدا، مع عشاء، مع فطار، زي ما انت حابه. بابا غنوج مغذي، اكل من الاكلات الصحيه اللهم بارك، وب20 جنيه. انا ضفته مع الفول والطعميه مع الطماطميه وشويه عيش، وعملت لهم فطار ب12 جنيه ل4 افراد. لو لسه ما عملتيش اللايك اعمليه. وادي الطعميه عملت معايا 14 طعميه، كانت مقرمشه حلوه جدا مش شاربه زيت، عشان احنا قلبناها. ولو عملتيها في الخلاط هتفرق معاكي. انا بجيب زي ما قلت لك اكياس الفول والطعميه على حسب ما انا عايزه ب50 او 100، وبقسمهم خمسات وسبعات وستات، واللي اطلعه من الفريزر احطه يسيح استخدمه. صلي على الحبيب قلبك يطيب. الغدا كله جاهز اول عن اخر. بابا غنوج، فول، طعميه، شويه الطماطم بالشطه عالميه، وكمان كان عندي مخلل طلعته. اكل ال4 افراد ب12 جنيه. يوم جمعه اي يوم في الاسبوع اهو فطار اول عن اخر ب12 جنيه، اقل من 8 سندوتش. اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام، وما تنسيش تعملي اللايك والشير وتقولي لي رايك في الوصفات والميزانيات اللي انا بقدمها.